ايه ناس التقسيط؟ انا عندي جيب انفيه. في حين عملت اسمه انت ستريس، ده بيفتح الجوب معك في منت، مش بتجيب من الديزرت. انت بتشرب الشاي بالفاكهه اللي انت عاوزها بدماغك. مستر كباكا اتحداني ان انا اشم المنسول وما اعملش اي رياكشن. منتول ده اصلا بيجي من جبل من السودان. لو ما عملتش رياكشن هاخد اي حاجه انا عايزها ماشي. وانا عندي كلمه وانت ماشي في اي مكان سياحي في مصر هتلاقي الناس بتعرض الحاجه بتاعتها. لكن اللي بيميز حد عن حد تاني هو الطريقه اللي بيعرض بيها المنتجات دي. كل حد عنده عطاره، بس الفكره البذور بتاعت العطاره والكواليتي صعب تلاقيها. كباكا مثال بسيط لواحد بيبيع تجربه مش بيبيع منتج. كمون. اهم حاجه هنا في الجوده، مش الفلوس. لا وبص طريقه بيع العطاره برضه اكيد. ما هو المشكله ان العطاره لازم يكون عندك بعد نظر، عنده مثلا يعني فراسه، وعنده خفه دم معزومه. عشان كده احنا جينا وراك على شوف انا بيت بالتقسيط. ايه ناس التقسيط؟ مش بتجيب من الديزرت هو اللي بيديك الحاجه الكويسه. انت عندك حد عنده ارهاق صداع ما بيعرفش ينام كويس هو كله بيعرف ينام دلوقتي. في حين عملت اسمه انت ستريس، انتي ستريس 7317. ده الشاي بقى ده بتاع مهدئ، وعندك ارهاق حرق او عاوز عارف تنام. ديس كورياندا نوبي. انت قلت لي ده بتوع الجيوب الانفيه. ده اسمه حاجه بنجيبها من السودان اسمها منتول. اي مريض جيوب انفيه صداع نسي بياخد نص كوبايه ونص كوبايه، نص واحده من دي ميه سخنه يشربها تستنشقها. كمان ده ما بتشمش، بيفتح الجيوب معك في منت. بس انا عندك تاني؟ لا طبيعي. بس انا مش قادر. انا اللي كسبت. لويزا ولا حشيشه ليمون بقى؟ لا اسمها سيسير ولا تسلموا يا رجاله، والله العظيم فوق راسنا. وهم دول المصريين، خفه دمهم وضيافتهم هتخليك عايز تشتري المكان باللي فيه. وبيقفوا بضحكه حلوه ووش بشوش قدام اي حد ويقولوا له احنا مصر.